منذ اللحظة الأولى لوصول رونالدو وعائلته للسعودية انتشرت وتارة تنتشر العناوين المضللة حول دخولهما في الإسلام مرفقة بصور ملفقة. ولكن ما فعله رونالدو في مباراة الأمس تسبب بجدل وتساؤلات واسعة حول تأثره فعلا بالعادات السعودية وربما الديانة الإسلامية. ففي آخر ظهور للدون البارحة في مباراة جمعت فريقه النصر ضد نادي الشباب والتي انتهت لصالح النصر، لفت رونالدو الأنظار بطريقة احتفاله وسجوده. صاروخ ماديرا خلب الطاولة على الشباب بفوزه بنتيجة 3-2، فقاد الدون فريقه لانتصار ثمين بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء. وبعد الهدف أتت سجدة الدون على أرض الملعب وسط احتفال زملائه جنبا إلى جنب مع حركته الاحتفالية الشهيرة المسماة سي بمعنى نعم أو يس. سجدة رونالدو هذه لفت بالأحرى العالم العربي واجتاحت مواقع التواصل وعلق الكثيرون بسيل من التغريدات. لا شك طبعا أن فرحة رونالدو كانت فعلا عارمة بالفوز بغض النظر عن طريقة احتفاله والسبب وراءها. ولكن رغم تألق الدون وخوضه 17 مباراة منذ انضمامه لنادي النصر وإحرازه ل14 هدفا خلالها، إلا أن الصحف تشير إلى حزن يخيم على قلب الدون، أو بالأحرى لعدم رغبته في البقاء بالنصر في السعودية. هذا ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مشيرة إلى أن رونالدو يرغب بمغادرة النادي بعد نحو 5 أشهر فقط من وصوله بعقد لمدة 2.5 موسم. وذكرت الصحيفة أن رونالدو يريد بشكل نهائي العودة مرة أخرى إلى أوروبا وعدم استمرار مسيرته في السعودية خلال الموسم القادم. ولكن مشاهدينا، إذا قرر الدون المغادرة بلا سبب فسيتعين عليه تعويض النادي عن السنتين المتبقيتين من عقده كما هو منصوص عليه في اللوائح الخاصة للفيفا. وعلى وجه التحديد المادة 17 منها المتعلقة بالإنهاء بلا سبب عادل، حيث توضح أنه في جميع الأحوال يتعهد الطرف الذي أنهى العقد بدفع التعويض. ولكن على الرغم من تلك التقارير الصحفية، فقد صرح رونالدو بعد مباراة البارحة عن رأيه في الدوري السعودي قائلا: الدوري السعودي يتحسن والعام المقبل سيكون أفضل بعد خطوة بخطوة، وأعتقد أن هذا الدوري سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم، لكنه بحاجة إلى الوقت واللاعبين والبنية التحتية. I was waiting for this moment for decades. It's such an honor for me to have you. Congratulations. Thank you. I guess you scored one of the best goals so far for you this year. A derby, how do you think so far? Well, so happy. The team did a fantastic game. To defeat 2-0 is very, very, very difficult, but we believe until the end, and we scored 3 goals. So congratulations to the whole team, and the support was amazing today.
So we are very happy. After a couple of matches, you played good matches. What do you think of the quality so far of the Saudi League? We are much better. In my opinion, the Saudi League is getting better. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world. But they need time, they need players, they need infrastructures. But I believe that this country have amazing potential. They have amazing people, and the league will be great, in my opinion. Obrigado, You're welcome, my friend. Thank you. هذا كان كريستيانو رونالدو حديثه عن المباراة. قال انه ليس من السهل ان يعود بعد خسارة 2. شيء جيد ان اعود في مباراة اليوم، لم تكن سهلة. اشكر الجماهير اللي موجودة، اشكر الحاضرين. الفريق لا يزال امامه مباريات حتى يقدم ما لديه، ننتظر للنهاية. سألته عن الدوري السعودي بشكل عام بعد مضي مباريات عديدة له، قال الدوري قوي ليس بالسهل، يحتاج مزيد من اللاعبين في المستقبل، سيكون احد اهم الدوريات ال5 في المنطقة. كانت دون معي.